السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. الفراخ المشويه بقى انا عملتها في الفرن بدون دخنه بقى وكده، وطريقه سهله جدا وتتبيله رهيبه. يعني هتعشقوها التتبيله، وهتعملوها ان شاء الله في كل وصفات الشوي. شايفين بقى خرافة جدا، وفي ساعة واحدة بس عملت الفراخ دي. عملت معاها سلطة طحينة وسلطة حمراء ومية اللي هي بتاعت مية السلطة. تعالى اقول لكم على مقادير الفراخ المشوية. انا جبت معلقة عسل كبيرة وزر حاجة بسيطة خالص من الثوم المهروس. جبت 4 معالق من الكاتشب، وعصير ليمونة كبيرة، والبهارات ملح وفلفل بابريكا وكركم وكاري، توم باودر، بصل باودر، وشطة. طبعا لو هتعملي فرختين تضاعفي الكمية. طبعا انا مش هحط بطاطس ولا اي حاجة، هحط بس شرايح بصل وفلفل. هتشوفوا معايا كل حاجة بالمقصود. هننزل بقى نعمل التتبيلة. هننزل بالثوم، وهنزل بالليمون، عصير الليمونة، والعسل النحل. البطل بتاعنا في المكون بتاع الشوي بيدي طعم جميل خالص. هو الكاتشب والعسل النحل بيدوا نكهة جميلة خالص للفراخ المشوية عامة. واي حاجة تشوها بتحطي الكاتشب والعسل النحل بيدي بجد يعني نكهة جميلة خالص. هننزل بقى بالعسل النحل، هننزل بالكاتشب، وبيدي كده حاجة يعني زي تخلي الفراخ مسكرة جدا. بجد بتبقى طعمها حلوة. الكاتشب مع العسل النحل بيدوا تيست رهيب جدا مع التوابل اللي نزلنا بيها. هي دي بقى التتبيلة وشوية زيت. هنبتدي بقى نقلب كده كويس المكونات. تظبطي الملح بقى بتاعها. الفرخة دي انا كنت غسلاها ونقعها في مية في محلول النقع. انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو، وهحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف اللي ما يعرفوش يدوس على العنوان هيظهر له بقى صندوق الوصف من تحت. هحط لكم فيه الفيديو بتاع محلول النقع. بيخلي الفراخ نظيفة جدا، مش ريحة اي زفرة خالص. اهي قطعت شرايح بالبصل، وهحط فلفل. عاوزه تحطي بصل براحتك، بس انا ما حبيتش ان انا عاوزاها مشويه، مش عاوزه احط فيها بصل بطاطس ولا حاجه. هو الفراخ هيطلع البصل هيطلع مشوي مع الفراخ، ما هيطلع مقرمش كده شويه، فهيدي كمان طعم جميل خالص للفراخ. زي ما قلت لكم الفراخ نقعاها كويس ومفيش ريحة اي زفر. نقعاها في محلول النقع وغسلها وشايلة منها اي زيادات انا مش حباها. وبعد كده هبتدي بقى احط فيها التتبيله، احطها بقى على البصل، وهحطها الفرن. بصوا يعني ممكن تخليها لو مش مستعجله عليها خليها شويه، شويه على التتبيله في التلاجة بالفراخ. اما لو مستعجله عادي حطيها، هتاخد معاكي ساعه، ساعه ونص كده. لو مش مستعجلة خليها شوية في التتبيلة، تشبع من التتبيلة شوية يعني. هي مش هتاخد معاكي ساعة بس. طبعا على حسب تسوية الفرن عندك. لو الفرن سريع هتسوي معاكي الفراخ سريعة، اما لو بطيئة طبعا على حسب تسوية الفرن. خليها بقى على فرن عالي خالص، على درجة حرارة عالية. اول ما تغلي معاكي شوية، طبعا البصل هينزل مية كتير جدا، غير طبعا السوائل اللي هتنزل من التتبيله على البصل. هي طبعا البصل والفلفل هيشبع من التتبيله دي، فالبصل اصلا هينزل ميه كتير جدا. ما تحطلهاش ميه خالص. البصل هو اللي هينزل الميه بتاعته، فهيستوي منه فيه. لكن ما تحطيش ميه. انت اصلا لما بعد ربع ساعه كده ولا نص ساعه
تفتحي الفرن عشان تشوفي الفراخ. طبعا ولا تغطيها ولا اي حاجة. مش هنفتح غير من تحت بس، هتحطيها على الرف الوسطاني. وهي اصلا انا ما شغلتش الشوايه خالص، انتوا شفتوا الفراخ في الاول تحسوا ان انا مشغله الشوايه، ما شغلتش ابدا الشوايه. هي من ما استوت من تحت اخدت لون من على الوش بسبب التتبيله اللي احنا عاملينها قبل كده والكاتشب والعسل النحل. طبعا بيدي زي ما قلت لكم بيدي تيست، هو اللي بيحمر الوش مع الكاتشب بس. انا دخلتها على طول الفرن زي ما انتوا شايفين، واخدتها زي ما قلت لكم في الفرن ساعه واحده، ما حطيتلهاش ميه خالص. ما تحطوش ميه، انا حطيتها بنفس الوضع اللي قلت لكم اللي انتوا شايفينه. شغلت الفرن على درجه حراره عاليه، سبتها تسخن 10 دقايق ودخلتها الفرن. طبعا ننضف الصينيه عشان ما تتحرقش. هي بعد ما طلعت، يا رب الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.